قالوا زمان اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه. يعني ايه؟ يعني احنا لازم نهتم باسناننا اللي احنا بناكل عليها عشان هي دي مصلحتنا. طيب ايه مصلحتنا في اسناننا؟ ان احنا هناكل عليها، ان احنا لما نبتسم يكون شكلنا جميل، ان احنا ما يكونش عندنا معاناه ان احنا مش عارفين نمضغ الاكل ومش عارفين ناكل الحاجه اللي احنا بنحبها. امتى نروح لدكتور الاسنان؟ مبدئيا احنا لازم نروح كل سنه، مهما قلت هنروح كل سنه، بس في حاجات وعلامات السنان بيحصل فيها تغيرات لازم نبقى فاهمينها كويس. اول حاجه لما الضرس يوجعنا في الساقع وفي السخن او يحشر اكل، هما الحاجتين دول اكتر الارم بيقول لنا لازم نروح لدكتور الاسنان. طيب هنختار دكتور الاسنان ازاي وهنروح نعمل ايه؟ واول حاجه هيبدا بيها ازاي؟ اول حاجه نختارها في دكتور الاسنان انه يكون عنده خبره ويكون سمعنا عنه ان هو اشتغل حالات كتيره مماثله للحالات بتاعتنا. تاني حاجه لما نروح لدكتور الاسنان هيعمل ايه؟ يا جماعه الاشعه المقطعيه ديت ما هياش حاجه خدعه ولا هي حاجه تجاريه، دي حاجه مهمه جدا لانها بتبين لنا كل حاجه جوه اسناننا، بتبين لنا كل التفاصيل من حيث العظم، من حيث العصب، من حيث الضرس ده هنعمل فيه ايه؟ هل الضرس ده يتعمل حشوه عاديه ولا يتعمل علاج عصب ولا الضرس ده بعد الشر هيتخلع ويتزرع؟ لازم نبقى عارفين، ما ينفعش نجرب، ما ينفعش نحط حشوه ولو الحشوه ضايقتنا نقوم على طول نروح ننقل لعلاج عصب، ده كلام ما ينفعش خالص، ده كلام ما فيهوش خبره. الصح الدكتور الشاطر اللي يقول لك الضرس ده هيتعمل كذا ويطلع كلامه صح، يعني مش الاول يعمل حاجه وبعد كده الضرس ده يتخلع. طيب ولو قال لنا هنعمل علاج عصب، يا جماعه علاج العصب ده حاجه ناجحه جدا وجميله جدا. انا بسمع دلوقتي ان الناس بتقول ان علاج العصب ده احنا بنعمل للسن علاج عصب وبعد كده يتخلع. اكيد مش ممكن يكون هو ده الصح، اكيد مش طب الاسنان بالعمق ده كله يبقى احنا بنخلع الضرس في الاخر، لا. طيب ليه في دكاتره بتعمل علاج عصب والضرس يتخلع ودكاتره بتعمل علاج عصب والضرس يكمل؟ هقول لكم هم سببين. اول حاجه الاجهزه اللي بتستخدم في علاج العصب، لما بتكون كل حاجه كمبيوترايزد، كل حاجه متقاسه، تعقيم القنوات على اعلى مستوى، لازم هتجيب نتيجه حلوه. طيب تاني سبب البروفيشناليتي، الدكتور اللي شغال كل ما كان خبرته كبيره وكل ما كان سبيشالست يعني متخصص اكيد النتيجه هتبقى احلى. حتى لو كان اعاده لعلاج العصب اكيد النتيجه هتبقى احلى.